يعني لما المصريين بينادوا بترحيل اللاجئين وبقالهم شهور ويمكن أكتر من سنة أو أكتر بينادوا بترحيل اللاجئين ويعني وإنهاء جلب الملايين بالشكل ده في الأرض المصرية، كان عندهم بعد نظر. اللي بيحصل في سوريا من قتل على الهوية دوت، ويعني وهناك هنا مشجعين لنفس الأفكار وبيشجعوا الجولاني، ويقول لك كويس جدا اللي بيعملوا دوت وفرحانين وعاملين. يعني هو المباراة في سوريا والتشجيع عندنا. طبعا نفس الأفكار ديت هي موجودة مع ناس اللي احنا شفناهم أيام الثورة وأيام الست اللي شربت شهداء كرداسة مية نار. نفس الأفكار الحقيرة دي، واللي كانوا ماشيين برضو يموتوا في الناس ويقول لك ما نعرفش مين اللي قتلهم. يعني برضو نفس الأفكار ديت. لما الناس دول بقى بيشجعوا الناس اللي هم قاعدين عندنا، اللي هم بيشجعوا الجولاني في سوريا. يعني الماتش هناك في سوريا والمشجعين عندنا. نفس القصة برضو بالنسبة للسودان. الناس السودانيين قالوا ان احنا شايفين ناس من بتوع الدعم السريع دخلوا مصر، وهم يعرفوهم، هم قالوا احنا نعرفهم. طيب دلوقتي لما بتوع الدعم السريع برضو ناس منهم يعني استرسبت ودخلت في مصر مع الناس اللي هم ضد الدعم السريع. ده إيه النتيجة؟ برضو هيبقى برضو المشجعين في السودان، هيبقى برضو المباراة في السودان والمشجعين عندنا. وهي جبهة جنوب السودان رخرة اهي اتفتحت تاني، واحنا لسه عندنا لاجئين من جنوب السودان. يعني ما رجعوش ايام السودان لما يعني من 2018 والسودان جنوب السودان مستقر. ما رجعوش ليه؟ ولسه برضه بيقولوا عليهم لاجئين. لسه بقى اما نشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد الوضع في جنوب السودان. برضه نفس الحكاية من اللاجئين اليمنيين لما اشتبكوا في ممشى مصر مع بعض، المؤيدين للحكومة والمؤيدين للحوثيين. برضو نفس القصة برضو، المباراة في اليمن والمشجعين عندنا. طب احنا بقى المشجعين المصريين دول يعملوا ايه؟ يعني المصريين دول بقى بيتفرجوا على كل المشجعين دول، ولا هم بقى هيبقى الوضع ازاي لو لما يشتبكوا المشجعين دول مع بعض؟ يعني لما يشتبكوا اللي مع وضد بشار، مع وضد الجولاني، واللي تبع بشار، واللي مع وضد الحوثيين، واللي مع الحكومة. وبرضه نفس الشيء بالنسبة للسودان. دلوقتي جد علينا جنوب السودان. طب يعني الحفلة دي كلها هتتعمل فين؟ الماتش بقى النهائي ده هيتعمل فين؟ هيتعمل عندنا احنا؟ والمواطن المصري دوت هو يعني هيعمل ايه؟ وكل ده ونلاقي مجلس النواب بيبحث ايه نسبة العمالة الأجنبية هتبقى قد ايه في مصر. 10، عايز يخليها 10%، عشان لازم يشتغلوا طبعا، ما هم قاعدين على قفانا لازم يشتغلوا. طب وكل ده احنا المواطن المصري ده ذنبه ايه ده كله؟